اهلا اهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وحلقه جديده من حلقات تلابيب الكتب في رمضان 2024. حلقات رمضان من الحلقات اللي بتكون مقربه جدا لقلبي، بحب قوي شغلي ومجهودي فيها والمعلومه اللي بحاول اوصلها. عشان كده كل سنه بحاول اني اتكلم اكتر في جوانب دينيه يمكن مش كتير بيتكلم عنها. زمان كنا بنشوف مسلسلات وبرامج بتتكلم عن الصحابة والصحابيات والتابعين والتابعات، ولكن مع تطور الحضاري وسمات العصر اللي احنا بقينا فيه قلما تجد الحديث عنهم. وعلشان كده انا قررت السنة دي ان احنا نقرأ مع بعض في كتاب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنعرف أكتر عن زوجات الرسول، مين هم، عددهم قد إيه، نسبهم وحياتهم ومواقفهم مع الرسول اللي هنتعلم منها، وهتكون سيرة عطرة نستمتع بيها اللي باقي من الشهر الكريم. وفي الحلقات دي هنركز أكتر على الجانب الاجتماعي والحياتي للحياة الزوجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمان هنناقش في الحلقات دي قضايا قد تكونوا تعرضتم ليها وقد يكون لا، ولكن الهدف من الحلقات دي إننا نتكلم عن كل حاجة لا ربما تثار قدامكم القضايا والمواضيع والتساؤلات والطرح ده، فيكون عندكم الحجة القوية للرد والتفسير. أول اختلاف أو قضية أو إشكالية بتثار حول زوجات الرسول هو عددهم. فيه اللي بيقولك 9، وفيه اللي بيقولك 11، وفيه اللي بيقول 13، وكل الإجابات دي فيها شيء من الصحة ولكنها ناقصة. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من 13 امرأة، وجمع بين 11 امرأة، وتوفي عن 9. يعني لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه 9 نساء على ذمته. وأول امرأة يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كانت السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وأم أولاده، ولم يتزوج عليها حتى ماتت. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سريتين، والسرية هي ما يتسرى بها الرجل. وسريتا رسول الله هما ماريا القبطية المصرية أم ولده إبراهيم، وريحانة بنت زيد. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم 6 قرشيات. يعني ايه؟ يعني كانوا من قبيلة قريش، أصلهم من قبيلة قريش. مين هم ال6 دول؟ خديجة، عائشة، أم سلمة، سودة، وحفصة، وأم حبيبة. وكان منهم 4 غير قرشيات، يعني عرب بس مش من قبيلة قريش، وهم زينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة من بني هلال. و3 من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا من غير العرب، وهم ريحانة بنت زيد، صفية بنت حيي، وماريا القبطية طبعا كانت من مصر. الإشكالية التانية في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم هو اتهامه صلى الله عليه وسلم بتعدد الزوجات. والحقيقة إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج كل واحدة من زوجاته لهدف أو لحكمة إلهية أو تشريعية أو سياسية أو اجتماعية، زي مثلا نشر الإسلام بين القبائل. وده كان عرف موجود في الطابع الاجتماعي الخاص بالقبائل، إننا مثلا نتجوز علشان نعقد معاهدة معينة أو ننشر فكر معين. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لإبطال أمور أو تشريع أحكام، زي إبطال حكم التبني في الإسلام، وزواجه من زينب بنت جحش لأنها كانت زوجة زيد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان متبني، وبعد كده نزل الإسلام وحرم التبني، فالنبي تزوجها علشان يقول لكل الناس إن هو زيد ده مش ابنه، وإن هو عادي ممكن يتزوج زوجته. الرسول صلى الله عليه وسلم كمان تزوج لحكمة اجتماعية، زي إن هو كان بيتزوج الأيامة، والأيم هي المرأة التي لا زوج لها، والرجل كمان التي لا زوج لها، سواء كانت بكرا لم تتزوج أو تزوجت وأصبحت مطلقة أو أرملة. المرأة دي كانت ممكن تبقى مسلمة ومعاها أولاد، ولكن أهلها لسه مشركين، وكل القرية أو القبيلة أو المجتمع اللي هي عايشة فيه لسه مجتمع مشرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيكفلهم خشية عليهم وعلى أولادهم أن يتم تربيتهم في هذا المجتمع المشرك.
وتزوج أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لتوثيق وتقوية روابط الصداقة بينه وبين الصحابة، زي أبو بكر لما تزوج عائشة بنته، وزي سيدنا عمر لما تزوج ابنته حفصة. ودي الحاجات اللي احنا هنعرفها في الحلقات الجاية إن شاء الله. والدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتزوج لحكمة موقفين. الموقف الأول هو زواجه من السيدة خديجة بنت خويلد، وكانت أكبر منه ب15 سنة وما اتجوزش عليها لحد ما ماتت. والموقف التاني هو ان حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته كانت حياة زهد، حتى لما زوجاته طلبوا منه زيادة النفقة نزلت فيهم آية التخيير اللي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وطبعا ده كان بمثابة اختبار ليهم، وحتة تخييرهم دي الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا غضب منهم وهجرهم لمدة شهر كامل لحد ما رجعوا لصوابهم. وطبعا كلهم اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة، وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى كرمهم ووضعهم في منزلة مختلفة عن نساء العالمين. وكمان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يتجوزش عليهم. برضو الآية نزلت في الموضوع ده، الآية اللي في سورة الأحزاب بتقول: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. وكل الأسباب والحكم التشريعية والاجتماعية والسياسية والإلهية اللي احنا بنتكلم عنها في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم هنعرف كل واحدة منهم بالتفصيل، واحنا بنحكي قصة كل سيدة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنعرف كيف تزوجها النبي، حياتها مع الرسول كانت شكلها ايه، مواقفها مع النبي، وهنتعلم من كل المواقف دي. وكمان هنعرف السمات الشخصية لكل امرأة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهن جميعا. بعد ما اتكلمنا عن الإشكاليات، تعالوا نتكلم شوية بقى عن الحياة الزوجية للرسول صلى الله عليه وسلم. الحياة الزوجية للرسول صلى الله عليه وسلم، الحياة الزوجية الأولى كانت في بيته في مكة مع زوجته الأولى السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأولاده. والحياة الزوجية التانية كانت في المدينة مع اللي عاش في بيته، يعني اللي عاش فيه مع أمهات المؤمنين الأخريات 12 الأخريات. بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان في الصحن الشرقي للمسجد النبوي، الجنوبي الشرقي للمسجد النبوي، وكان بيتكون من 9 غرف. والبيت كان مبني من الجريد والطين، يعني كان بسيط جدا في بنائه ومعيشته. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كنبي وخاتم المرسلين ما كانتش منفصلة عن حياته الخاصة كبشر، ولكن الاتنين كانوا مندمجين وكان ليهم علاقة ببعض، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما سابش الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف في حياته زي ما هو عايز، ولكن كانت دايما بيتلقى الأوامر السماوية في أخص شؤونه الزوجية. حتى علاقته بنسائه كان دايما بيكون فيها تعليمات سماوية صريحة، زي مثلا اللي حصل في محنة الإفك وبراءة السيدة عائشة رضي الله عنها اللي نزلت آية في القرآن الكريم، وزي زواجه من زينب بنت جحش واللي كان فيها برضو آيات عتاب صريح للرسول صلى الله عليه وسلم، اللي أخفى في نفسه ما الله مبديه، وإنه كان بيخشى الناس والله أحق أن يخشاه. وكمان طلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لحفصة بنت عمر اللي أشفقت عليها السماء، ونزل الوحي بيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يرجعها رحمة بسيدنا عمر. كمان من الأمور اللي تدخلت فيها التوجيهات السماوية ضيق نساء النبي صلى الله عليه وسلم من المعيشة الصعبة اللي فرضت عليهم، ما فصلش فيها إلا قول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بآية التخيير واللي اتكلمنا عنها من شوية. الرسول صلى الله عليه وسلم كزوج كان لين جدا، كان على طول بيضحك، على طول مبتسم. بتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لم يجعل هيبة النبوة سدا بينه وبين نسائه،
واخد لي بالك انت يلا على طول تدخل البيت مكشر وعلى طول تزعق. ناهيك طبعا عن المساعدة في أمور المنزل، كلنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيساعد زوجاته في أعمال المنزل، فمش عايزين نتكلم في الموضوع ده كتير. تمام، انتوا عارفين بقى. كمان الرسول كزوج خلى أحسن المسلمين هو أحسنهم لنسائه وأهل بيته، وأمر كل زوج بأنه يداري ضعف المرأة وعيوبها ويتجمل كل رجل لامرأته ويترفق بمعاملتها. وعلى الرغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 نساء إلا أنه ما كانش بيفرق في المعاملة بين ولا واحدة فيهم، كان بيعدي كل يوم عليهم، على كل واحدة فيهم يقعد معاها شوية لحد ما يوصل للي هيبات عندها النهاردة. كان بيقسم بينهم في المبيت والنفقة والإيواء، حتى المحبة اللي يعني هو لا يملكها كان دايما يدعي ربنا سبحانه وتعالى انه ما يلمهوش فيما لا يملك، اللي هو قلبه وحبه لمثلا زوجة من زوجاته عن الأخرى، لأن دي حاجة مش في إيده ولكن بإيد ربنا سبحانه وتعالى. الرسول كمان ما كانش بيخون زوجاته ولا بيفتش وراهم، ونهى عن أي رجل يعمل ده. فدي كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كزوج. فلو بتقتدي بالرسول اعمل كل ده وخليه خير يسير هتعمله، مش هيكلفك اي حاجة ولكن هتؤجر عليه اجر كبير. ومحدش يقول لي دي الحال او خنقة الشغل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايش حياة زهيدة جدا، نفقاته كانت قليلة جدا، وكان صلى الله عليه وسلم اثقل الناس هما، ولكن كان رفيق جدا باهل بيته وبنسائه. فبلاش حجج على السول واعمل زي الرسول. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة من حلقات أزواج رسول الله. كانت حلقة كمقدمة كده لكل القصص اللي هنحكيه إن شاء الله في الحلقات القادمة. لو عجبتكم الحلقة متنسوش تكتبولي رأيكم في التعليقات وتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، واعملوا لايك وشير واشتراك في القناة ومتابعة لو انتوا بتشوفوا الحلقة على الفيسبوك. واخيرا في كل حلقة بطلب منكم اننا ندعي لأهلنا في غزة، ولكن الحلقة دي انا بطلب اننا نكثف الدعاء، نتحرى اوقات الاستجابة، نخليها دعوة الفطار كل يوم في رمضان، ان ربنا يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم وينصرهم ويقويهم ويحررهم، يجعلنا سبب في نصرهم وتحريرهم وننتقم من اللي خذلهم. واشوفكم على خير في فيديو جديد من تلويب الكتب مع ايمان سعيد، والسلام عليكم.